السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من خالد نطاق الخدمة، وإليكم أهم العناوين. افتتاح المتحف المصري الجديد كأكبر متحف بيضم عدد قطع لنفس الحضارة. احنا فرحانين عشان ده إنجاز مش هنشوفه في حياتنا تاني خالص. عاوزين نسوق له بقى يا جماعة بقى، فكوكم من الإعلام. التسويق دلوقتي تسويق ميديا، احنا المصريين اللي هنسوق للمتحف المصري بتاعنا، احنا متقلقوش. انت عليك مواصلاتك واحنا علينا انبساطك، ولو توهت في العنوان تعال على بردية الدخان. اوعى ما تجيش وتقول رمسيس التاني ما عزمنيش. دعوة عامة وهتبقى خراب. فرحتنا فرحة مش عادية وهتكون جمهورية. عندك معبد اقفله، وعندك بنى اهرامات اجله، وانت مخنوق هتيجي فرحتنا هتروق. ام كلثوم قالت الست لما، واحنا بنقول فرحتنا عامة. هيجي هيشوف واللي مش هيجي هيسمع، وسمعني سلام. يعني الفرحة حلوة، كل ده عشان خدنا السبت اجازة. احنا لو ادونا بقية الاسبوع اجازة هنشيل توت عنخ امون كده ونجري بيه في الشارع. سيبكم من الكلام، تعالوا نكمل فرحتنا. الجهة بالوردة فريشها الباب الجديد فيها فرحة يا دنيا. دي الجهة بالوردة فريشها والمكسيكا واقصة نعلى بالسقفة ورا سقفة تبقى كده فل. مع اني زعلان منك يا جدي عشان ما سبتليش اي حاجة خالص، بس ارقص يا جدي، ارقص يا جدي. ليه بقى يا جدعان بقى؟ ليه بقى العكننه في وسط الاجتماعات دي؟ ليه بقى بوظتوا الفرحه؟ ليه؟ في ناس كتيره ومدارس كتيره وابتدائي وحضانه وكله عامل حاجات حلوه، حاجات تخليها فعلا ذكرى للمتحف المصري، انما دي هتبقى اسوأ ذكرى في حياه الواد ده. ليه يا جدعان؟ او منك يا ابني قسما بالله اكون من دلوقتي مأمن على الاكونت والباسورد بتوع المدرسه، عشان انت وقت ما تكبر اسمع مني، يعني كمان 10 سنين كده اول حاجه تحتاج تشيلها هو الفيديو ده. يا جماعه شفت فيديو اثبت لي ان احنا كمصريين احنا اللي اصررنا في حق نفسنا. الجهة بالوردة فريشها الباب الجديد فيها فرحة يا دنيا. دي الجهة شوف يا اخي، ميته بقى 7000 سنه وبتعمل حاجات انا لو عملتها دلوقتي يجي لي الديسك. واحد يقول لك اصل القدماء المصريين ما كانوش متطورين في الطب. دول مش متطورين في الطب، دول ده احنا ماشيين في العشرينات بظهر الستينيات. انا متخيل ان الفراعنه بيتعذبوا في جهنم على اللي كانوا بيعملوه واللي كانوا بيعبدوه والحاجات اللي كانوا بيعملوها في حياتهم، واحنا واقفين فوق راسهم قاعدين نعمل فريشها الباب الجديد فيها فرحة يا دنيا. يا جماعه المفروض نغني اغاني لها علاقه بقدماء المصريين دول مهما كان موتى يعني. مقابر يلا يا اهل الخير تعالوا جمع وحنط والله ونفذوا اللي قالوا. ايوه كده موزونه شويه. المهم يا جماعه احنا مستنيين كل رؤساء العالم في فرحه الدنيا. قاضيه لا بلاش ده كمان، بلاش ده يا جدعان. هيجي يبص لحتشبسوت بصه كده بصه كده. من يوم رئيسه الوزراء اللي كان قاعد بقى ما عدتش ضامنه، بقيت بقلق منه. وبعدين رغاي هيقعد يتكلم كتير بقى ما تجيش انت، ما انت اجازه ما تجيش. ربنا يعدي اليوم ده على خير. استنوا الفقره الجايه. عدنا اليكم. ايه مصر بتتهدد؟ مين بس يا جماعه اللي بيهددنا؟ احنا اسفين من قبل اي حاجه. احنا اسفين ومش احنا اسفين ومش هنعمل كده تاني. احنا اسفين ومش هش بقى. احنا قلنا هش هرش والله. قال لا ده اللي بيهددنا حميدتي. انت بتهددنا احنا ليه كده يا جماعه؟ ما قلنا بلاش نزعل حميدتي. مين اللي زعل حميدتي؟ رسالة مهمة جدا، احنا سكتنا كتير ودي اسمعوا مننا الآن. قبل كده بقولوها الناس الآخرين، لكن اسمعوا مننا الآن. احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط تضرب تقتل أي مسيرة تقوم من أي مطار، احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. مش سامع والله. بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. يا جدع علي صوتك يا جدع، مش سامعين. بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. اهداف مشروعه. انت تعرف دمتم سالمين. ما تخافوش يا مصريين ما تخافوش. اهم حاجه ما قالش مصر. طالما ما قالش مصر ما نخافش. وضربوا قدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغالي، ولكن سكتنا كثير جدا. قلنا يا جماعة النادي اللي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشوا في الماء. ايه ده؟ هدد مصر وقال مصر من سنه وما عملش حاجه يا جدعان. يمكن المره دي بيتكلم بجد ولا حاجه. مصدران عسكريان مطلعان للجزيرة أن الطيران المسير للجيش السوداني دمر في الساعات الأولى من فجر اليوم طائرة شحن في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وانا اللي بقول عليك كبرت وعقلت وكلامك بقى يتاخد على محمل الجد. تصدق ما حدش بيتاخد. تخليني اغلط فيك ليه طيب؟ بص يا حميدتي، بص يا سيدي، وما سيدك الا المصريين. مصر كدوله لما تحب تبعت رساله تحذر فيها العدو ما بتبعتلوش مثلا رساله مباشره، فاهم؟ ممكن مثلا نبعتها له على صيغه فيلم، صيغه مسلسل، صيغه اغنيه. روح وقول للي مقويك لو زنقتك هلعب فيك.
فيك. تخيل لما البلد تلعب بيك واحنا نلعب فيك، في فرق كبير. انا مش قصدي حاجه والله، انا بس بفهمك. انت عارف يا حميدتي اخر ميليشيا تحدت مصر حصل فيها ايه؟ انا مش قصدي حاجه، انا بس بفهمك. خد بالك يا حميدتي، احنا لحد دلوقتي مش لاقيين قصه لمسلسل رمضان 2026، فخد بالك لحسن تكون دعوه امك وتبقى انت البطل يا ابن المحظوظه. بس ممكن نجيب مين يمثلك، اصل انت ساعتها هتبقى بتقابل وجه كريم بقى. هو احنا هندور على اي حد زيك؟ يعني مثلا ممكن نلاقي حد مثلا جاهل راعي ابل، بلده اصلا مش السودان، ما عندوش قلب سافك للدماء، بيضحك عليه ويتاخد منه ثروات بلده. اكيد هنلاقي حد يمثلك، ما تقلقش احنا هنتصرف. اهم حاجه انت خد بالك من نفسك وامسك اعصابك، وعلى الله يا حميدتي ما تقلقش. استنونا الفقره الجايه. عدنا اليكم. ايه اللي بيحصل في السودان؟ اللي بيحصل في السودان مش حرب اهليه، مفيش حرب اهليه بالمسلحين وعزل. اللي بيحصل هو انتهاك لكل قوانين الانسانيه، تصفيه عشوائيه، اباده جماعيه، تهجير جماعي، تصفيه عرقيه، اغتصاب نساء واطفال، قتل رجال وكبار السن، تعذيب باسوا الصور لاي حد يدخل اكل او شرب المكان المحاصر. كل ده بيتم بتصوير وافتخار من ميليشيا الدعم السريع وسط تعتيم كامل من الاعلام العالمي. لو بتسال ممكن نعمل ايه عشان نساعدهم، هو اننا نكون الاعلام بتاعهم لحد ما العالم كله يتكلم عليهم. احنا اللي نوصل استغاثتهم للعالم كله، ما نساعدهمش ان هم يقسموا السودان، وده هيكون اكبر خطر على السودان وعلى مصر. بيحصل مش حرب اهليه، دي تصفيه عرقيه. اتكلموا عن الفاشر. انتخابات التيك توك يا جدعان، انا جاي اتكلم عن انتخابات، ومش انتخابات مجلس النواب ولا حتى مجلس الشيوخ، انا جاي اتكلم عن حاجات اهم من كده بكتير. انتخابات التيك توك. انا بشوف فيديوهات لناس كتير كنت بحترمها وكنت بقدرها بتتخانق على انتخابات التيك توك، الصحاب بيخسروا بعض عشان انتخابات التيك توك. انا مش مشكلتي في الانتخابات والله، انا مشكلتي في الارقام اللي بتتكلموا عليها كتير جدا. يعني ايه في واحد مصوت له 300,000 بني ادم وواحد تاني مصوت له 500,000 بني ادم، في 800,000 بني ادم مصوتين 800,000؟ ده الموضوع بجد بقى ولا ايه؟ احترموا الجهل اللي انا فيه. اني فلاح، احنا فلاحين، احنا كلنا فلاحين، انتوا بس اللي بتفهموا. اني كفلاح بسالك انت كمرشح لانتخابات التيك توك، اني لما احتاج ايه اجيلك، يعني لما اشتكي من ايه اجيلك. اني بتاع مجلس النواب لما بنحتاج نعمل رصيف بنروح له. انت كرئيس التيك توك لما احتاج ايه اجيلك، يعني لما اشتكي من ايه اجيلك. يا جدعان استحملوني يا جدعان، انا مستحمل حميدتي من اول الحلقه. امشي يا حميدتي. يا جماعه المهم يا جدعان، اللي يكسب في انتخابات التيك توك ما ينساش الفقراء والمساكين والناس المحتاجه، الناس الفقراء اللي خلتك رئيس التيك توك، مش عشان بقيت رئيس التيك توك بقى تنسانا بقى وتتكبر علينا بقى. بس كده، استنوا الحلقه الجايه، استنوا الحلقه الجايه من خالد نطاق الخدمه.